ازيكم يا جماعه؟ النهارده في فيديو سريع عايزه اوريكم شويه حاجات جات لي من جوميا. الحلو في الحاجات اللي انا هوريها لكم النهارده ان كان في كذا حاجه فيهم انا بدور عليهم بس هم مش موجودين في مصر، فنادرا قوي ما بلاقي حد بيبيعهم، فاخيرا لقيتهم على جوميا. وفي منهم حاجات كتير ما جربتهمش قبل كده، فهتكون اول مره اجربهم وهقول لكم الفيدباك بتاعي. بس كنت سامعه عنهم كلام كتير جدا وضجه كبيره قوي، فكان لازم اجربهم طبعا. فيلا دلوقتي اوريكم انا جالي ايه. جبت حاجه شبه المقص بس عشان حاجه متغلفه. هبدا معاكم الاول بالجزم اللي انا جبتها. انا اول مره اجيب جزم من على جوميا لان انا مقاسي يتراوح بين 36 و 37، فالموضوع بالنسبه لي بيكون صعب قوي ان انا اطلب حاجه اونلاين وتظبط على رجلي، فقلت اجرب المره دي لان هم صراحه بيبقى عندهم حاجات حلوه كتير. هفتح معاكم اول جزمه مكتوب ديمي كارفور والسعر بتاعها. دي كان في منها اسود واللون ده، فانا اصلا بحب لون الكشمير شكلها رقيق جدا. تاني جزمه هي من فيلا، دي كان نازل عليها سيل رهيب جدا يعني كانت تقريبا ب 400 نازله ل 100. اللي متابعني عارف ان انا بحب الرصاصي والكشمير، عشان كده جايبه اللونين دول. هوريكم المره دي حاجه اول مره تشوفوها عندي على الشانل. انا هوريكم جبت ايه. كل الحاجات دي كان عليها سيل. جبت هفتحها لكم. الاثنين دول كانوا ب50 تقريبا الاثنين مع بعض، فانا بشوفها في المحلات اصلا اغلى من كده، فقلت طبعا هجيبه. الخامه يعني ولا رابر ولا جل، حاجه في النص كده، حاجه كواليتي كويسه يعني، فعجبوني جدا الاثنين دول. بس انا اجرب احط واحده على موبايلي. انا حاطه في موبايلي واحد انا اللي عاملاه، عجبني قوي اللون بتاعه حقيقي. ده الناس اللي عندها من ايفون 7 تقريبا وانتوا طالعين هيحتاجوه قوي، عشان هتقدروا تحطوا السماعات وانتوا بتشحنوا في نفس الوقت، فدي حاجه فظيعه يعني. بتحطوا السماعات في ناحيه والشاحن في ناحيه. هفتح معاكم دلوقتي الحاجات اللي انتوا بتعشقوها واللي انا كمان بعشقها، وهي حاجه البشره، واللي زي ما قلت لكم فيها حاجات انا ما جربتهاش قبل كده بس عليها ضجه كبيره قوي، فقلت لازم اجربها واقول لكم الفيدباك بتاعي. عايزه اقول لكم ان انا بعشق حاجه اسمها منتجات العنايه بالبشره الكوريه، لان بيبقى الموضوع فيه تنوع كبير قوي، يعني في رينج كبير قوي تختار منه، وبيكون حاجات كويسه جدا ومبتكره وفعاله جدا. ده عباره عن مرطب هو للشعر وللوش وللجسم كله، بس هو مينلي يبقى الاحسن ان هو يكون مرطب للوش. بصي الكاميرا ايه يا عمري، ايه 92% الوفيرا خام، ومضاف معاها شويه حاجات بس عشان يعملوا مفعول. فانا ما فتحتهاش، عايزه افتحها معاكم. دي انا كنت الصراحه سامعه عليها حاجات كتير جدا حلوه، وكنت عايزه اجيبها بقالي فتره كبيره، بس هي مش بتتباع في مصر قوي، بدور عليها بقالي فتره. اوكي انا افتكرت ان هي كده بس طلع عليها بلاستيك. طيب ماشي، شكلنا مش هنفتحها كده. اوكي. اوف ريحتها تحفه، ان هو لازق فيها وانا غرقت الدنيا وغرقت ايديا. اوف ريحته حلوه قوي، وشكله تحفه. شكله بصوا شفاف جدا ونقي قوي. اوكي معرفش ضايفين عليه ايه مخليني ريحته حلوه. هو مش ريحته مش بارفان، هو ريحته لا، ريحته خيار معرفش. مكتوب عليه انديان هيلينج كلاي. انديان هيلينج كلاي يعني طمي هندي معالج. هو من جوه عباره عن باودر. بتعمليه ازاي؟ بتدمجي الباودر يا مع الميه يا مع خل التفاح، بس الناس قالت ان احسن نتائج بتكون مع خل التفاح، فانا طبعا هبقى ادمجه مع خل التفاح. تقريبا السكوتش هيضيع سكوتش متعملش كده. يا
يلا مش مهم. كان نفسي تشوفوا في حالة احسن من كده شويه بس معلش. ايوه ده زي ما قلت لكم بتعجنوا، يعني بتعملوا منه معجون عشان يبقى ماسك، وبيتحط على الوش لمده 15-20 دقيقه على حسب ما يجف. وده اللي بيعمله ان هو بيعمل ديتوكس للبشره، يعني زي ما انتوا تشربوا مثلا شاي اخضر كل يوم عشان تعملوا ديتوكس لجسمكم، فده بيطلع كل الحاجات اللي متعبيه جوه البشره يطلعها على البشره، فالبشره فاهمين حاجه. تالت حاجه هي ده ليف ان كونديشنر، بس في نفس الوقت معالج، يعني مش هدفه الترطيب بس، هو ده بزبده الشيا فريحته رائعه. اللي مش عارف ليفين كونديشنر ده اللي هو بيتحط كأنه كريم عادي ويتساب في الشعر عادي. يعني حاجة كمان كورية جبتها هي نوعا ما ماشية مع العلبة دي، مرطب الشفايف الكيوت قوي ده، مكتوب عليه هو ده المفروض طبعا مرطب شفايف، بس في نفس الوقت بيعمل لون روز كده. انا مش جايباه عشان اللون، انا جايباه عشان الترطيب لان انا مجنونة ترطيب. الله ريحته حلوة، ريحته حلوة قوي، مش قادرة احدد هي ريحة ايه بالظبط يعني. شايفين لونه؟ مش فاضل غير اخر كيس ده، وده جواه كذا حاجة. تمام كده. بصوا بقى، ده سكراب سكر من شركة اسمها اوبال. ده جبت منهم قبل كده الصابونة بالقهوة والكركم انا فاكرة. ده المفروض ان هو طبعا 100% طبيعي، وهو مضاف عليه طبعا شوية زيوت وقهوة ومش عارفة ايه، صنفرة للوش والجسم كله عادي. انا بشم ايه؟ انا لسه ما فتحتش، عبيطه قوي. يا سلام عليا اكسبرت في اوكي انا مش فاهمه. هاني واكس انت ازاي سكراب يعني؟ شكله هنا مش سكراب خالص. تحت هنا في سكر، لو هتشوفوا هتلاقوا طبقتين. انا مش فاهمه كده. المفروض سكراب السكر البني مصنوع من حبيبات السكر البني وزبده الشيا وشمع العسل وزيت اللوز الحلو ومطحون القهوه، منتج طبيعي 100% خالي من المواد الحافظه. طب انا المفروض ادوبه يعني، ولا المفروض اعمل ايه؟ لما بجربه هبقى اقول لكم الفيدباك بتاعي، لان انا لحد دلوقتي مش عارفه المفروض استخدمه ازاي. ده احسن كونسيلر بالنسبه لي، بحبه جدا. مش عارفه هتشوفوا اللون ولا لا، فانا هحطه تحت عينيا، هبلنده قدام المرايه واجيلكوا استنوا. زي ما انتم شايفين انا عملت له بلند وهو فتح منطقه تحت العين تماما، مع ان هو لون بشرتي تقريبا بالظبط او افتح سنه. عشان كده انا بحبه جدا لان هو بيغطي فعلا الهالات السوداء، بس في نفس الوقت هو خفيف جدا، فاللي هو مش بتحسي ان هو في حاجات كتير متكتله تحت عينك. ده من الدو، كيوت جدا جدا. وكده يا جماعه اكون وريكم الحاجات اللي جات لي من جوميا. خليكم متابعين معايا لان زي ما قلت لكم في حاجات لازم اجربها، لان هي الناس كلها بتقول انها فعاله جدا وكويسه جدا، فانا كمان لازم اقول لكم رايي فيها. وكالعاده جبت لكم خصم لو اشتريتوا حاجات ب 100 جنيه او اكتر، من شق الموبايلات او الاكسسوارز بتاعتها او شق الفاشن او شق الهيلث اند بيوتي. لو جبتم حاجات ب 100 جنيه او اكتر من اي حاجه من اللي انا قلت عليهم هيجي لكم خصم 10%. هكتب لكم الفاوتشر هنا اللي انتوا تستخدموه على الابلكيشن بس مش على السايت. الفاوتشر او الخصم مش هيشتغل على السايت، وكمان هكتبه في الديسكربشن بوكس مع بقيه اسامي الحاجه اللي انا جبتها. دمتم بصحة وسعادة وراحة بال وسلام نفسي وكل حاجة كويسة في الدنيا. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.